اقول لك على اهم احداث الناس بتتكلم عنها. النهارده الخلطه الياباني وصلت للمدارس رسمي، والوزير اعلن تعميم مناهج العلوم والرياضيات بنكهه الساموراي على الابتدائي. والهدف مش بس شطاره في الحساب، لا ده انضباط ونظافه وادب ياباني اصيل. يعني من السنه الجايه ولادنا يحلوا المسائل بسرعه البرق، وهيتعلموا التوكاتسو اللي بيخلي الطالب ينظف فصله بنفسه من غير ما يبقى متضايق. والجميل ان المناهج دي هتتعرب وتتمصر عشان تناسبنا، مع توسع ضخم يوصلنا ل 500 مدرسة ياباني في المستقبل. تخيل بقى لما تلاقي الطفل من دول راجع من المدرسة، بدل ما يقولك عايز شيبسي يا بابا يقولك اريجاتو، ويقوم يرتب البيت كله بالمسطرة. وكمان هيدرسوا برمجة وذكاء اصطناعي عشان يطلعوا عباقرة التكنولوجيا من صغرهم. الحدوتة مش مجرد كتب جديدة، دي محاولة لنقل كوكب اليابان لقلب الحارة المصرية. خبر مؤسف: وفاة المعلم سردينة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ودعنا النهاردة عن عمر ناهز 92 عام، بعد رحلة فن كانت مليانة هيبة وإبداع. الراجل ده ما كانش مجرد ممثل، ده كان أسطى في الأداء، ساب بصمة في كل بيت بدور إبراهيم سردينة اللي علمنا الأصول والحكمة في لن أعيش في جلباب أبي. ومش بس كده، ده صاحب الصوت اللي رعبنا وحببنا في السينما في نفس الوقت. هو السكار في الأسد الملك، وجعفر في علاء الدين، وبشهادة ديزني كان من أحسن الأصوات في العالم. من المسرح القومي للدراما والسينما قدم مئات الأعمال اللي هتفضل عايشة، وكان دايما بيثبت إن الفنان الحقيقي هو اللي بيحترم جمهوره ولغته العربية الفصحى. وفاته صدمة لكل محبيه فعلا، لكن عزقنا إن فنه باقي وبيتوارثه الأجيال، من أول جيل الأبيض وأسود لحد جيل الكوميكس اللي لسه بيستخدم جمل العبقري سردينة. حدوتة ميسي وبرشلونة ما بتخلص، والبرغوت أثبت إن قلبه لسه كتالوني بعد ما احتفل بحرارة بفوز البارسا بلقب الدوري الأسباني 26. ميسي نشر ستوري بعد حسم اللقب وكتب فيسكا بارسا، وكأنه لسه قائد الفريق، وده خلى جمهور النادي في كل مكان يحتفل مرتين. البارسا حسم الليجا الاسبانية بجدارة بعد فوز عظيم في الكلاسيكو، وسع الفارق مع مدريد تحت قيادة فليك اللي مرجع الهيبة للفريق. الاحتفال ده قلب السوشيال ميديا، واكد ان علاقة ميسي بالنادي اكبر من مجرد عقود، دي انتماء حقيقي ما بيتغيرش بمرور السنين. في الحدوتة النهاردة بنقول ان الوفاء عملة نادرة، وميسي رغم المسافات لسه هو المشجع رقم 1 لبرشلونة في كل منصة تتويج. رائحة السبيشال 1 تفوح في مدريد من جديد، والتقارير بتؤكد ان مورينيو على اعتاب العودة لقلعة السانتياغو برنابيو لإنقاذ الموقف وقيادة الملكي في ولاية ثانية. جمهور الريال مقسوم بين مؤيد لصراحة البرتغالي وبين خايف من الصدمات، لكن الأكيد ان الحدوتة